يسعدونا بالكلمة والغنوة والفكرة. إذاعة الشرق الأوسط تقدم لهم سهرة خاصة للذكرى سهرة الثلاثاء من كل أسبوع. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء وسهرة أسبوعية جديدة للذكرى. الإعداد عرفت كمال، اللمسات الهندسية مصطفى البرادعي، أما التقديم كريمة سالم. عبد الحليم كان له جدعنات ما شفتهاش لا فنانين ولا غير فنانين بصراحة. يعني يعرف مين الكويس ومين الوحش ومين اللي يحتفظ بيه ومين اللي يتخلص منه وهكذا يعني. واحنا بنحيي ذكرى رحيل العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، تقول له ايه؟ هقول له والله يعني بقول له فينك يا عبد الحليم، فين صوتك اللي كان سما ونجوم وكان فرح وهموم، اللي طلع من صدرك المهموم حالف يعيش ويدوم. فينك يا عبد الحليم، اولها كده. انما يعني منذ عبد الحليم احنا شخصيا لما تقولي لي اكتب غنوة وطنية ما اعرفش. يعني انا كنت بكتب لصوت عبد الحليم والقلق عبد الحليم والوعي. دنيا في عيني كانت حلوة، ايه اللي زود حلاوتها، ايه اللي خلاها غنوة وايه اللي خلاها غنوة. دنيا في عيني كانت حلوة، ايه اللي زود حلاوتها، ايه اللي خلاها غنوة وايه اللي خلاها غنوة. يفتح النور تقول مش نور وتعشق نور سواد العين، ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم الليل. يفتح النور تقول مش نور وتعشق نور سواد العين، ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم الليل. في سهرتنا للذكرى هذا الأسبوع بنحيي ذكرى وفاة العندليب، ومعانا أحد المعجبين بفن عبد الحليم حافظ واللي احتفلوا السنة دي بشكل جديد خالص على الفيسبوك بذكرى وفاة عبد الحليم حافظ. معانا الأستاذ مجدي فؤاد سليمان، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. قبل ما أقول لك احتفلت ازاي السنة دي الاحتفال الجديد خالص بذكرى عبد الحليم حافظ، ليه عبد الحليم حافظ بس؟ يعني احنا تربينا على صوت عبد الحليم، يعني انا شخصيا حبيت عبد الحليم جدا، ويمكن كان بداية حبي ليه الاغاني الوطنية. وانا صغير كنت دايما اردد الاغاني وبحفظها، وبعدين كبرنا بقى معاه لغاية ما وصلنا بقى لمرحلة الحب بقى والعواطف والاغاني العاطفية. هو كان صادق جدا وارتبطنا بيه بقى في المدة دي كلها، وفضل عايش معانا حتى بعد ما مات. يعني انت قابلته شخصيا؟ انا قابلته اكتر من مرة، كان عندي حظ يعني ان انا اقابله واحضر بروفاته واشوف ازاي بيشتغل. وفعلا انت كان سنك صغير يعني تقريبا؟ يعني كان سني صغير، لكن كنت اعرف حد من اعضاء الفرقة المسية، وكان عارف عبد الغني غنيم الله يرحمه، كان عارف عازف كمان، وليه اخ برضه في نفس الدكتور وجدي غنيم. فهم كانوا عارفين ان انا بحب عبد الحليم جدا، فقالوا لي تحب تحضر بروفة، وعرفوني عليه وسمح لي ان انا احضر البروفات بعد كده كمان. يعني كانت اغنية ايه؟ كانت اغنية قارئة الفنجان، وكانت الحفلة الثانية، ما كانتش الحفلة الاولى. اخر اغنياته لا، كانت الحفلة الثانية لقارئة الفنجان مش الاولى. عارفة حضرتك الحفلة الاولى كان حصل فيها المشكلة بتاعت الجمهور والمشاكل اللي عملها الجمهور. الحفلة الثانية اللي انا استغربت له جدا حضرتك ان هو كان بيعمل بروفة اكنه هيغنيها لاول مرة، يعني 6 ساعات واقف على رجليه ما بيفوتش الهوا، والفرقة شغالة قاعدة وهو واقف على رجليه، ومفيش يعني ما بيفوتش اي غلطة. وما قالكش اي كلمة او اي تعليق او لما انت حضرت البروفة من اولها لاخرها زي ما انت قلت؟ لا الحقيقة ما قاليش حاجة، لكن كان دايما بيبص لي ويضحك لما يلاقيني مبسوط يعني. كان الكورس كانوا اما بيعملوا البروفة بتاعت اغنية عاش
فكان كلمة عاش ما كانتش عاجباه، فيفضل مثلا ساعة بيحاول هم يقولوا الكلمة دي يقولوها ازاي يعني. انت صوتك حلو؟ لا يعني بغني مع نفسي كده. بتغني لعبد الحليم؟ اه. طب نسمع حاجة كده. حلفني بأيامين مهما تكون مين، ده أنا من غيرك مسكين هينام حيران مشغول البال وحزين. حلفني أنا اللي مهما تعذبني ساكت على الغلب وصابر، أنا اللي مهما تعذبني ساكت على الغلب وصابر، وإن شفت غيري متهني أصبر القلب الحاير، ليه العوازل ظالميني دول حقهم يبكوا علي. حاضر. اقول لكم بس غنوة على كيفي بقى، مرة غنوة على كيفي، وبعدين اللي انتوا عايزينه. والله هقول لكم غنوة كده وبعدين اللي انتوا عايزينه. قالوا اسمعنا حكايات الحبايب اللي فارق واللي خاصم واللي غايب واللي دار حبه حتى عن حبيبه واللي قلبه من عذاب الحب دايب واللي دار حبه حتى عن حبيبه واللي قلبه من عذاب الحب دايب. بس من اللي جرالي عمره ما كان يوم في بالي. هو ده الحب اللي ما سمعتش عليه. يا اسكندرية تاتا صبرك علي تاترا، يا اسكندرية تارارا صبرك علي تارارا، ما ضاعت فلوسي ضيعت الماهية ووقعت في ورطة قوية يا اسكندرية. محمد اخوك بيقول عنك حاجة لطيفة قوي. بيقول ايه؟ كان عبد الحليم هو اللي ماسك ميزانية البيت، وكان هو اللي بيتولى مسائل الأكل من أول ما يشتري الطلبات لحد ما يحضر السفرة، عشان إسماعيل وأنا بنشتغل الصبح وعبد الحليم بروح المعهد بعد الظهر.
من جيت للحق عبد الحليم كان طباخ هايل، وياما أكلنا من إيديه ألوان وأشكال. ولو إنه مرة عمل لنا ملوخية بالسكر. الله يكسفك يا محمد. حصل ولا ما حصلش؟ ايوه حصل، لكن والله العظيم ما كنت انا السبب، اسماعيل هو اللي كان السبب. كنا يا سيدي في ايام الامتحانات واسماعيل حكم رأيه اننا لازم نطبخ ملوخية. قلت له الملوخية بتاخد دوشة يا اسماعيل ومفيش دلوقتي ملوخية. قام قال لي انا نفسي في الملوخية يا سيدي، دي الملوخية لسه بشاير. قال لي ارجوك يا عبد الحليم عشان خاطري انا نفسي فيها. اعمل ايه؟ نزلت اشتريت الملوخية وبعدين جبت الكتب وفضلت اقطف في الملوخية واذاكر واطبخ واذاكر، افصص الثوم واذاكر، اسلق اللحمة واذاكر، واعمل التقلية واذاكر. ومن دوشة المذاكرة وبور الجاز جيت اجيب بطرمان الملح، جبت بطرمان السكر. وكان يومها اسماعيل عازم جماعة اصحابه وبقت يعني فضيحة. لكن الحمد لله اول ما اتنقلنا لشقة الروضة جت اختي من البلد وعاشت معانا وريحتني من الحكاية دي. وسرت وحدي شريدا وحطم الخطوات، وسرت وحدي شريدا وحطم الخطوات، تهزني أنفاسي لفتاتي، تهزني أنفاسي تخيفني لفتاتي، كلام ليس يدري من أين أو أين يمضي. لا ترمل بخالص، لا ترمل وعنيف. شك ضباب كل ده افهاد. شك ضباب المية تروي العطشان وتطفي نار الحران، المية تروي العطشان
جمالها والحضن مليان وانا عايم على وش المية يا سلام ترارا يا سلام يا سلام على المية. وكفاية اننا في عز مجدنا رئيسنا قال لنا ثورتنا ملكنا. رئيسنا قال لنا ثورتنا ملكنا من جدها الجمالها مسؤولة مننا. رئيسنا قال لنا ثورتنا ملكنا من جدها الجمالها مسؤولة مننا. رئيسنا قال لنا وصانا كلنا. رئيسنا قال لنا وصانا كلنا نسهر ونخاف عليها ونصونها لبعضنا. رئيسنا قال لنا ثورتنا ملكنا من جدها الجمالها مسؤولة مننا. رئيسنا قال لنا ثورتنا ملكنا من جدها الجمالها مسؤولة مننا. هنعمل بالوصية وحنصون الهدية وحياتك يا حبيبنا وحياتك يا جمال. الأستاذ مجدي فؤاد سليمان تحب تقول له ايه النهارده واحنا بنحيي ذكرى وفاته؟ عايز اقول له انك قدمت فن صادق ولما قدمت فن صادق فضل فنك عايش لغايه دلوقتي وصوتك عايش لغايه دلوقتي مع الناس. 33 سنه ولسه الناس فاكراك ولسه الناس بتحبك.